الحكاية بتبدأ في يناير سنة 1962 جوه مدينة ديري، وبالتحديد في السينما. بنشوف طفل اسمه ماتي دخل يتفرج من غير تذكرة، فبيمسكوا واحد شغال هناك، لكن ماتي بيقدر يهرب بمساعدة بنت صغيرة اسمها روني، ودي بنت هانك الراجل الطيب اللي شغال في السينما. وماتي بيهرب وبيركب مع عيلة غريبة في عربيتهم بحجة إن هم خارجين من المدينة، بس بعد شوية بيكتشف إن العيلة دي مريبة وكلامهم غريب، والمصيبة إن الطريق بيلف بيهم في دايرة مقفولة، وكل ما يمشوا يلاقوا نفسهم رجعوا لنفس اليافطة تاني. وفجأة الأم الحامل اللي في العربية بتصرخ وبتبدأ تولد، بس مش ولادة طبيعية، بطنها بتتقطع وبيخرج منها مسخ بيقضي عليهم كلهم. وماتي ساعتها بيختفي وسط الدم، عشان دي تكون أول علامة إن ديري مش مدينة عادية. وبعد 4 شهور بنروح لقاعدة جوية عسكرية في ديري، اللي بيوصل لها طيار أسمر البشرة اسمه لي، ومعاه صاحبه وزميله في الحرب بولي. والناس دي جاية بطلب خاص، لكن بنشوف استقبال سيء جدا وعنصرية من طيار تاني اسمه ماسترز، وده علشان لون بشرتهم. وقائد القاعدة الجنرال شو بيتدخل وبيعتذر للي، وبيقول له إن هو جابه مخصوص علشان يدربوه على طيارة سرية جديدة. بس الموضوع ما كانش مريح، لأن في نفس الليلة بيتهجم مجموعة ملثمين على لي في أوضته، وبيحاولوا يخلوه يعترف بأسرار الطيارة تحت تهديد السلاح. بس لي علشان مقاتل قديم بيقدر يضربهم ويخليهم يهربوا. وبنكتشف بعدها إن دي كانت تمثيلية من الجنرال شو علشان يختبر ولاء وقوة لي. وفي الناحية التانية بنروح لمدرسة المدينة، وبنتعرف على ليلي البنت المنبوذة اللي الكل بيتنمر عليها، وده لأن أبوها مات بطريقة بشعة جدا في ماكينة المخلل. وليلي بتبدأ تسمع صوت ماتي اللي اختفى بيغني لها في حوض الحمام، وفجأة بتشوف صباع مقطوع بيطلع من البلاعة. وكمان الأحداث بتتصاعد لما الشلة بتتجمع، روني وتيدي وفال، وبيقرروا يروحوا السينما يشغلوا الفيلم اللي ماتي كان بيحبه، يمكن علشان يلاقوا رسالة. وهناك بتحصل الكارثة، الفيلم بيشتغل وفجأة بيشوفوا ماتي جوه الشاشة ماسك طفل، وبيقول لهم انتوا السبب. وبيخرج ماتي من الشاشة على هيئة مسخ مرعب، وبيحصل مذبحة بشعة بيموت فيها تيدي وفال وسوزي قدام عين ليلي. لكن الغريب إن الجثث بتختفي تماما كأن مفيش حاجة حصلت. وهنا بيحصل واحد من أرعب المواقف، ليلي بتدخل الحمام مع صاحبتها مارج اللي كانت بتمثل إنها صاحبتها، وده علشان تعمل فيها مقلب. لكن السحر بينقلب على الساحر، ومارجي فجأة بتشوف عينيها بتتحول لوحش، ومن كتر الرعب والهلاوس مارجي بتقرر تبوظ عينيها بنفسها. بتروح عند مكنة التجفيف الخاصة بالإيدين وبتحاول تخلع عينيها. وليلي كانت بتحاول تنقذها وتمسك سكينة عشان تقطع سلك المكنة، لكن المدرسين بيدخلوا وبيشوفوا ليلي ماسكة السكينة ومارجي غرقانة في دمها، فبيفتكروا إن ليلي هي اللي عملت كده، فبيرجعوها المصحة النفسية تاني. وبنشوف بعدها الشرطة بتمسك هانك أبو روني وبيتهموه هو بقتل الأطفال دي كلها ظلم، وده طبعا برضه علشان العنصرية. وبعدها بنرجع للقاعدة، الجنرال شو بيكشف للي الحقيقة، وهي إن هم هنا علشان يصطادوا وحش اسمه الجعلو، وده كان عايش من ملايين السنين، والجيش عايز يلاقيه ويستخدمه كسلاح ضد الاتحاد السوفيتي. وبنتعرف في الوقت ده على ديك الطيار اللي عنده قدرات خارقة. ديك عنده مشكلة إن هو بيشوف الموتى، وعلشان يقدر يتعايش جده علمه زمان طريقة نفسية، وهي إنه يتخيل صندوق جوه عقله ويحبس فيه كل الأشباح والمخاوف دي ويقفل عليها. وديك بيستخدم قدرته وبيدخل عقل شاب من السكان الأصليين اسمه تانيال، وبيعرف إن الوحش ده محبوس في الغابة ب13 حجر مسحور، وإن الجيش لو لعب في الأحجار دي هيفتحوا أبواب جهنم عليهم. وفعلا الجيش بينزل المجاري علشان يجيبوا الأحجار دي من تحت الأرض، وصندوق ديك اللي في عقله بيتفتح غصب عنه وبتبدأ الأشباح تهاجمه. وفي نفس الوقت لي بيشوف مراته بتتحول لوحش فبيضربها بالنار، لكن بيتضح إن ده كان صاحبه بولي اللي مات برصاصة من أعز أصحابه بسبب هلاوس الوحش. وفي نفس الوقت ليلي بتلاقي بالصدفة حجر غريب واقع على الأرض، وبتكتشف إن المهرج بيني وايز خايف منه جدا. وبعد كده بنعرف سر خطير عن الدكتورة إنجريد، وبنرجع فلاش باك وبنعرف إن المهرج ده كان في الأصل أبوها، وكان إنسان طبيعي جدا بس الوحش استحوذ عليه في الغابة. وفي الوقت الحالي الضابط العنصري كلينت بيحاصر بيت في الغابة مستخبي فيه هانك والجنود السود، وبعدها بنشوفهم بيولعوا في البيت. وفي وسط النار الطفل الشجاع ريتشي بيضحي بنفسه وبيحط صاحبته مارجي جوه صندوق حديد، وده علشان النار ما توصلهاش، وبيموت هو محروق. وبيني وايز ساعتها بيظهر وبيعمل وليمة دموية وبيحول إنجريد لتابعة ليه. بعدها بنشوف الجنرال شو بيعمل الغلطة القاتلة عن طريق إن هو دمر واحد من الأحجار ال13 علشان يحرر الوحش ويسيطر عليه، والنتيجة إن الوحش انتشر زي الوباء وخطف ويل ابن الطيار. وبعدها بنشوف لي وديك والأطفال بيتجمعوا عشان يدفنوا الخنجر أو الحجر اللي مع ليلي، وأكيد في مكان معين وهو الشجرة المقدسة. وفي المواجهة الأخيرة
المهرج بيني وايز بيمسك مارجي وبيقول لها جملة غريبة جدا: أنا لازم أقتلك علشان ابنك ريتشي اللي لسه ما جاش الدنيا هيكون سبب موتي في المستقبل. وهنا بنفهم إن المهرج شايف المستقبل وعارف إن ابنها هيكون بطل فيلم إت اللي هيقضي عليه، وهو كان بيعمل كل ده علشان يحاول يغير الزمن. لكن في اللحظة الحاسمة روح الطفل الشهيد ريتشي بتظهر وبتساعد ويل إنه يدفن الخنجر، والوحش بيتحبس تاني. وبعد ما الكابوس خلص والكل افتكر إن الموضوع انتهى، بنروح للمستقبل بعد 26 سنة. في المصحة النفسية بنشوف إنجريد وهي عجوزة وبتراقب بنت شابة منهارة لأن أمها انتحرت، والبنت دي هي بيفرلي مارش، ودي واحدة من أبطال فيلم إت. وبنفهم إن المهرج هو اللي قتل أمها علشان يكسرها، وبكده بنعرف إن المهرج بدأ يجهز لعودته الجديدة وانتقامه من الجيل الجديد. وبس كده، دي كانت قصة إت ويلكم تو ديري، البداية الحقيقية لأسطورة الرعب اللي ما بتنتهيش. طبعا السرد مش بنفس ترتيب المسلسل اللي اتعرض بيه، وده لسبب بسيط جدا ان انت تفهم الأحداث وهي مترابطة. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، وأكيد تفعيل الجرس للفيديوهات اللي جاي. اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.